اليوم مش نحكيو اقتصاد. صدرت وثيقة للباحث والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في شكل قراءة نقدية للوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للدولة وتقييم للحوكمة في المرحلة الانتقالية. يلاحظ الخبير منذ البداية أن المسألة الاقتصادية لم تحظى منذ بداية الحراك التونسي عام 2011 بالأولوية في النقاش العام، رغم تفاقم الفقر والبطالة وتدين الدولة، ورغم الاتفاق على إخفاق منوال التنمية القائم منذ عقود. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجليل البدوي حلل فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المجال الاقتصادي، واعتبر الأزمة الاقتصادية هي وليدة الأسباب التالية: 1. إخفاق المنوال التنموي القائم مع كل الحكومات. 2. تضارب المواقف حول مفهوم البديل التنموي. 3. التشخيص الناقص والتجديد المفقود في الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي. 4. شعارات خاوية وغياب البرامج في الحلول البديلة. 5. ضعف الحوكمة وتفشي الفساد وضعف الشفافية وتنامي ظاهرة التجارة الموازية. 6. التجاء الحكومات المتعاقبة إلى حل الارتجال والتدين المفرط والجبن تجاه اللوبيات الفعالة في التجارة الموازية والتهرب بالجباء والفساد. ملخص ما جاء في تحليل الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن الحوكمة الرشيدة بقات مجرد كلام يرفع إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض إضافية كلما زادت الضغوط. وفي تعليق على فترة الترويكا يقول حرفيا: لقد تبجحت حكومة الترويكا بارتفاع نسبة النمو أثناء فترة حكمها، ولكن ذلك وهمي، لأن ذلك كان بواسطة الديون الضخمة من الصندوق النقد الدولي. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجليل البدوي ما اكتفاش بنقد فشل الحوكمة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ولكن اقترح حلول استعجالية لإنقاذ البلاد من الاحتقان الاجتماعي وانعكاساته. في حصة الغد باش نقدم لكم الحلول هذه كفسحة أمل تنجم تكون في برنامج حكومة الوحدة الوطنية في الأيام القليلة القادمة. ختاما، أنا نشاطر كل خبراء الاقتصاد اللي ينبهوا من الوصول إلى الأزمة اللي تعيشها البلاد. وآخر دليل على الارتجال وغياب الرؤية من الحوكمة في الحوكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل في آخر بيان ليه يتشبث بالزيادة في الأجور ويلوح بالإضراب العام.